هو ريال مدريد هيلاعب السيتي ازاي بالدفاع ده؟ دي أول فرصة لسيلتا فيجو في الماتش. ده خط دفاع ريال مدريد، والكرة الطولية بتتلعب، مفيش ضغط على اللي بيلعبها. ولو تلاحظ، أرنولد مغطي التسلل، مع إنه لو طلع بس خطوة لقدام ما كانتش الهجمة هتحصل أصلا. طيب، يلتحم بقى ويكسب الكرة؟ لأ برضه، مهاجم سيلتا يقدر يحافظ على الكرة، وطبعا لولا كورتوا كان زمانها هدف. برضه هنا فالفيردي مفيش ضغط على حامل الكورة فبيلعب الطولية. لو تاخد بالك هنا مين أقرب للكورة؟ طبعا أرنولد، بس برضه مش هيعرف ياخد الكورة. مهاجم سيلتا بين روديجر وتشاوميني، فالمفروض متراقب، ولكن تشاوميني بيسرح وروديجر طول الوقت عينه على الكورة بس، وما شافش بورخا إجليسياس وهو بيتحرك، فطبعا الكورة وصلت لبورخا وسجل هدف سيلتا فيجو. هنا ركز على لعيب سيلتا فيجو ولعيب ريال مدريد، دور الرقابة واضح، ولكن فجأة أصبح لاعب سيلتا فيجو بدون رقابة وبدون تفسير. طبعا أرنولد مغطي التسلل كالعادة، وفي موقف 1 على 1 مش هيعرف ياخد الكورة، وهيفضل يجري قدام لعيب سيلتا فيجو لحد ما يعمل اللي هو عايزه بالكورة. اتفرج بقى على روديجر، الراجل مش معانا حرفيا، بيتفرج واخد وضع تمثال. طبعا لما الكورة رجعت من القائم هو ما كانش مستعد، هو كان مثبت نفسه وواقف ينطط الكورة جوه ال 18، وستر ربنا ان إياجو أسباس معرفش يتصرف فيها وضاعت الهجمة على سيلتا.